عبد الرازق وشهرتي شمس، وبتهدد بالقتل. وبوجه كلامي ده لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المسؤولين وكل الناس اللي سامعيني دلوقتي. أنا كنت متجوزة سعد محمود حنفي، سعد الصغير، من 7 سنين، وضربني وظلمني وبهدلني وخطفني من اسكندرية للقاهرة ومضاني صلاة أمانة وقتل لي بنتي. وبنتي كنت حامل في 6 شهور، وخدني بالعافية من اسكندرية للقاهرة وفلته اللي في حي الأشجار ومضاني على صلاة أمانة ومضاني عقد جواز بيقول إنه جوزني ما لمسنيش، صورني عريانة، وداني المستشفى الساعة 3 بالليل وعمل لي العملية بالعافية. وكانت قضية كبيرة، ورحت بلغت في المديرية في سموحة وودوني مستشفى اسمها مستشفى الجمهورية في اسكندرية وحجزوني، وجالي المستشفى واتنزلت تحت التهديد، وجاب معاه نفس البلطجية واتنزلت تحت التهديد. كل شوية ضرب، كل شوية بلطجية وظلم، مفيش رحمة، عشان هو سعد الصغير، عشان العلاقات، عشان الفلوس، عشان أنا رقاصة، عشان هي رقاصة يعني حاجة رخيصة في البلد في المجتمع، حاجة ملهاش لازمة. عشان ايه أنا مش عارفة. ودلوقتي أنا بتهدد بالقتل. ولما خطفني وعمل فيا كده، أكيد أي واحدة ست في الدنيا فاهمة يعني ايه يفتحوا رحم واحدة بالعافية وهي حامل في 6 شهور ويولدوها بالعافية. عملوا لي تهتك على الرحم، وبقالي 4 سنين بتعالج، وعملت عمليتين وداخلة أعمل العملية الثالثة، وخلاص يعني بين الحياة والموت. بعد كده راح دار اسمها دار SOS عشان بالعلاقات يعني يجيب بنت يحاول يحسسني يعني باللي هو عمله. طفلة عمرها 2 شهر، طبعا عشان هو مشهور وعشان نفوذه وعشان علاقاته، هو اسمه ما جاش في القضية. هو أخذ منهم البنت واستلم منهم البنت بالاتفاق معهم، اسمه ما جاش في القضية. هم قالوا إن أنا اللي خدت البنت وجابوا لي 10 سنين سجن. كل شوية بلطجية، كل شوية تلفيق مشكلة، كل شوية ضرب، كل شوية إهانة، بلطجية 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 وخطف. يعني أنا اتخطفت واتقتلت بنتي واتنزلت وما خدتش حقي، وأنا يعني بقالي 10 سنين بكفي الأطفال. أخوي يتهجم عليا برشاش ويطلع لي البيت وهو سكران عايز يقتلني. مراته تجيب لي بلطجية، أعمل لها محضر، المحضر يتقفل يتشال أصلا من الاسم، أعمل له هو محضر، المحضر يتشال. دخلني يبيتني في الحجز من الساعة 1 بالليل، أكون أنا عامله له محضر عشان هو جايب لي البلطجية بيتهجم على البيت. أعمل له محضر، أقول طليقي بيتهجم عليا، أروح اسم الهرم يدخلني بالتواطؤ مع اسم الهرم، يدخلوني الحجز ويبيتوني من الساعة 1 للساعة 8 الصبح، ويقول لا دي مراتي وأنا عايز أعمل لها قضية زنا عشان هو برضه سعد الصغير. هما كله يعني أي حاجة بيعوزها بتتعمل له. خرجت من الاسم، رحت اتجوزت. أبقى ازاي أنا كنت مراته؟ ازاي هروح اتجوز وأنا مراته وهو عايز يلبسني قضية زنا؟ رحت اتجوزت وبرضه ما سألنيش في حالي، وكانوا بيجيبوا لي بلطجية أنا وجوزي لحد ما اتطلقت. يعني هو يعني مش عارفة هو عايز ايه. ودلوقتي بيهددني بالقتل أنا وأهلي. قبل كده دخلوا بلطجية البيت عندي، يعني من ضمن الضغوط بلطجية البيت، ودلوقتي بتهدد بالقتل أنا وأهلي. يعني مش كفاية ظلم، يعني عشان مش كفاية افتراء 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 افتراء. خلاص يعني أنا مش عارفة أعمل ايه. يعني في النهاية يعني خلاص حياتي ضاعت، أنا مش عارفة أعمل ايه. أنا يعني بتوسل لكل الناس اللي سامعاني دلوقتي تبقى فاهمة وعارفة، يعني لو جرالي أي حاجة هيكون هو سعد الصغير، وأنا اتظلمت. أنا ما عملتش حاجة، يعني أنا ولا قتلت ولا سرقت ولا عملت حاجة عشان اخد 10 سنين سجن. أنا ولا رحت محكمة ولا رحت نيابة
ولا راح في اسم ولا اتسألت على حاجة. أبقى ازاي أنا أخد 10 سنين سجن عشان هو سعد الصغير؟ بلطجة بلطجة بلطجة، بلطجية 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 في القاهرة، وبلطجية في اسكندرية، وبلطجية عند الدكتور، وبلطجية عند البيت، وبلطجية في الشارع، وبلطجية في شغلي، وبلطجية في كل حتة. عشان ايه؟ عشان أنا رقاصة؟ عشان أنا ما عنديش ظهر يدافع زي ما هو عنده؟ عشان رقاصة في مجتمعنا يعني ولا حاجة؟ يعني حاجة ملهاش قيمة يعني؟ الناس بتشوفها كده. أنا بني آدمة لحم ودم في النهاية يعني. وبتمنى لكل الناس يعني اللي تعرفني تدعيلي إن أنا